بعد كده مع ده، لو ده زاد هيزيد معايا هنا التوتر، فالخطوط هتزيد، فممكن يبقى خط عامل كده يزيد ويعمل كده مع ده لو زاد. بس الهدف الاساسي هو التنويع. الهدف الاساسي هو التنويع مع تطوير حواسي انا لترجمه ده. فهنبتدي مع بعض دلوقتي نترجم. ماشي؟ انا معايا قلم تاني؟ خلاص اشتغل كده. هنبتدي كلنا دلوقتي نعمل ايه؟ تطويع للخطوط. احنا قلنا خليها الاول بدايات قويه ونهايات ضعيفه، وبعد كده نعكس جنبها ضعيفه بقويه. خلاص؟ نحاول. وممكن مره ثانيه نعمل بدايات قويه ضعيفه، قويه ضعيفه كده، قويه ضعيفه، على اساس ان ايدي تتمرن ان هي تسحب الخط. اجي مثلا تحتيها هنا من تحت، قويه من تحت وضعيفه من فوق، قويه من تحت وضعيفه من فوق، قويه من تحت وضعيفه من فوق. بس يا ريت يبقى في سرعه بقى. السرعه هتولد حريه في الخط اهو، مش شرط يطلع عدل، بالعكس ده لو طلع معوج ده جماله. يبقى بيحصل ايه؟ تنويع في الخط، وتطويع لاحساسي، وتطويع لعضلات ايدي. خلاص؟ اعكس تاني من فوق، قوي من فوق، خفيف من تحت، قوي من فوق، خفيف من تحت، طاير، بيطير، بيتحرك. خلاص؟ هنقل على حاجة تانية. احنا ماشيين مع بعض دلوقتي خطوة خطوة. هنقل على حاجة تانية، ثبات. محاولة للثبات. ثبات التون. ثبات التون. لو الخط طلع معوج مش مشكلة، ثبات التون. يمشي طبعا. بص. بيخف ويبقى يشوف ايه مش التون يعني لا، ثبات التون يعني ثبات الخط بدرجة واحدة. يعني لا بيرفع ولا بيدخل. يعني ممكن يبقى تقيل، ممكن يبقى خفيف، يعني ممكن يبقى خفيف كده وممكن يبقى تقيل كده. لسه هقولها لكم، بس الاول ثبات التون هو تقيل. يعني خلينا الاول تقيل. يبقى ثبات للتون وهو تقيل. وخطوط رأسية برضه. بعد كده ثبات التون وهو خفيف. بخفف. لا القلم على الورق عادي، عادي حسب القعده. لا حسب القعده، لو انت مرتاحه كده ماشي، بس الافضل طبعا القلم عشان يبقى فيه علاقه مباشره ما بين الخامه وما بين العضل او الحس. مفيش هنا ركنه على حاجه. زي الفرشه بالظبط كده. ده بيولد طاقه اسرع. نحاول ننغم الخط. بعد الثبات هننغم الخط باشكال دائريه. ممكن الاشكال دي تكون كده، تقيل خفيف، تقيل خفيف، تقيل خفيف، تقيل خفيف، يعني بيتدرج الخط من اتقل حاجه او من اقوى حاجه لاخف حاجه. احنا كل ده ما بنرسمش كروكي، احنا بنعمل ايه؟ تمرين للاعصاب. الاعصاب الحس بتاعت الايدين، ترجمه للعضلات والاوتار ان هي تتحكم في قيمه الخط. احاول بقى انغم واعمل ايه؟ لولبه في الخط او حلزونيات. ممكن الحلزونيات دي تبقى ثابته في التون، وممكن بعد كده يتطور ويبقى ايه؟ تونات متنوعه، يعني تقيل ويخف ويتقل ويخف تاني. بيحصل تطويع لاعصاب الايدين. تمام. طيب